السلام عليكم. طبيعة الحال مجال كرة القدم واحد المجال جميل ومثير، ولا أحد يختلف الآن في العالم بأكمله بأن الجلد المدور أو الكرة بلغة كرة القدم، نهضر بأسلوب بسيط باش لأن الرياضة خصوصا كرة القدم كتبغي أسلوب بسيط. الكرة اليوم هي هوس في العالم كامل، وما كاينش شي انسان على وجه البسيطه ما تيعشقش كره القدم. والجميع كره القدم اللمسات في الملعب، الفرديات، التقنيات، اخر التكتيكات، الابداع الجمهور في المدرجات، النقاش الحاد والخطط المضاده بين المدربين، الصحافه، انتقادات الصحافه، التشجيع ديال الصحافه، الاشهار، النقل التلفزيوني، هذه كلها عوامل جعلت الملاعب اخر صيحه. وشاهدنا النموذج في اخر كاس عالميه رائع جدا بقطر. هذه كلها عوامل اللي كتعطي واحد ورساميل ضخمه وارقام فلكيه للاعبين والمدربين. هذا كيعطي بان رجع كره القدم واحد الصناعه وصناعه كبيره وفرضت ذاتها، ماشي غير في اوروبا مهد كره القدم او امريكا اللاتينيه، بل الكره تتطور في كل ربوع العالم بما فيها القاره الافريقيه. لكن انه عبر التاريخ القاره الافريقيه نجبت مواهب كبيره والجمهور الرياضي كيعرفها جيدا، ومن ضمن هذه المواهب مواهب مغربيه بطبيعه الحال تركت البصمه، وبعض منا خدا القاب والبعض الاخر سواء مع الانديه او مع المنتخب الوطني، والبعض الاخر ما حالفوش الحظ وهو حال كره القدم. كنا دائما نتغنى باللاعبين المغاربه المتالقين سواء في الدوري المحلي او اللي مع الاسف ما بقاش كينجب. نقولها بكل صدق وبكل اسى، الدوري المغربي لما يعودوا نجيب لاعبين من طينه كبيره اللي يمكن يدعموا الفريق الوطني ويمشيوا للاحتراف على اعلى مستوى، كما كان اخر جيل اللي اعطى اسماء كبيره هو الجيل ديال اللي مشى ل 98 اللي كان بين نور الدين نيبت وباصير ومصطفى حجي والمرحوم عبد القادر البرازي وواحد مجموعه من اللاعبين وكاماتشو وسعيد شيبه، وواحد الجيل ذهبي من اللاعبين اللي تركوا البصمه في الفريق الوطني ومشاو للاحتراف واحترفوا في انديه كبيره في اسبانيا وفرنسا وبلجيكا وحتى في انجلترا، كما هو الحال بالنسبه لمصطفى حجي وغيره من اللاعبين. مع الاسف في هذه العشريه الاخيره الكره المغربيه او الدوري الوطني المغربي ما بقاش كينجب لاعبين كبار، وجعل تقريبا النسبه المئويه ديال 90 حتى 95% من المنتخب الوطني المغربي تشكل من جواهر مغربيه ولا آلي صنعت اسمها وتقلات وخدات اباجيل كره القدم في مختلف المدارس الكرويه الاوروبيه، من البرتغال، من بلجيكا، من فرنسا، من ايطاليا، من المانيا. هذه تقريبا كلها بلدان فيها عشرات المواهب مغربيه. وحسنا فعلت الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم في هذه السنوات الاخيره، ارتبطت بمنقبين في كل تقريبا واحد 6 ولا 7 ديال الدول الاوروبيه، وهذا الشغل الشاق ديال المنقبين والبحث على مواهب وجوهر مغربيه، والنتيجه امامكم الان. الكثير من اللاعبين 90 95% من اللاعبين اللي كيجيو للفريق الوطني عندهم امكانيات وعندهم مواصفات بطبيعه الحال اللي كيخضعوا لواحد التجربه مع المدرب الاداره التقنيه الوطنيه ومع المدرب المنتخب الوطني المغربي السيد وليد الركراكي، وقبل منهم مدربين اخرين. اللي كاين الان انه اذا تفحصنا من خلال بعد كاس افريقيا ديال 2008 واللي كانت في غانا واللي كنت خلالها مع الفريق الوطني في دوره ديال اكرا واللي خرجنا من الدور الاول، كما كان الشان في 2006 في مصر وكنت مع الفريق الوطني وخرجنا في الدور الاول بعد التعادل في المباراه الثالثه امام مصر. فمن 2006 او 2008 حتى 2014 كان واحد الفراغ كبير في المنتخب الوطني المغربي لكره القدم، كانت واحد خيبه امل كبيره خصوصا مع المدرب إريك غاريتس. هذا هو اللي جعل انه مجموعه من الامور تتغير فيما بعد، وغادي تضطر كره القدم المغربيه مكره باش تلجا لواحد العشرات اللاعبين المغاربه في الدوريات الاوروبيه باش يعطيو اضافه للفريق الوطني. والدليل انه في كاس العالم 2018 قدمنا كاس عالميه رائعه جدا. الحظ خاننا بكل صدق، نقولها بكل صدق، واحد المجموعه رائعه تشكيله الفريق الوطني مع المدرب هيرفي رونار من افضل التشكيلات اللي مرت في تاريخ كره القدم المغربيه، بجيل ذهبي بكل صدق في يقوده المايسترو والفنان مبارك بوصوفه وبن هنده وبن عطيه ومرابط نور الدين وغيره من اللاعبين اللي تركوا البصمه صراحه، خرجوا مرفوع الراس بالرغم من التعادل المخيب الامل امام اسبانيا في مباراه نقولها بصريح العباره الفار يعني
ما كانش منصف للكره المغربيه، وكانت واحد اخطاء تحكيميه فادحه، الشيء اللي جعل التعاطف كبير مع الجمهور الرياضي تقريبا في كل بقاع العالم مع المنتخب الوطني المغربي اللي خرج مرفوع الراس امام المنتخب الاسباني سبق له التوج بكاس العالم في 2010 بجنوب افريقيا. بطبيعه الحال هذا الجيل الحالي جيل متمرس، جيل كيمزج ما بين لاعبين شباب ولاعبين مجربين. صراحه البعض يقدر يقول بانه مشينا كاس عالم في رتبه رابعه، بقينا عايشين على الرتبه الرابعه. مشينا كاس افريقيا، الكثير ما كيعرفوش بانه وانا الملم بالادغال الافريقيه وزرت تقريبا واحد 90% من اقطار افريقيا. كاس افريقيا ماشي كاس العالم، نقولها بكل صدق وما كنختبيوش وراء الاوهام. هذه حقيقه، كاس عالم ماشي كاس افريقيا الامم. عوامل كثيره تدخل على الخط هي اللي تجعل هذا الكاس افريقيا الامم حبله بالمفاجات، والدليل ما شاهدنا ما فعله منتخب كوت ديفوار اللي كان عمليا تقصى الفرق الوطني، عطاه واحد الهديه كبيره لما باش يمشي للدور الثاني، وشاهدنا ماذا وقع. شفنا منتخب كوت ديفوار مغاير مليار في المئة على منتخب كوت ديفوار ديال الدور الاول، والدليل انه فاز باللقب وبجداره واستحقاق. هنا المنتخب ديال كوت ديفوار في الدور الاول لا علاقه له في الدور الثاني او في الادوار النهائيه. هذا كيجعل بان كره مفوقه بالريح وفيها جزئيات صغيره يمكن تقلب النتائج راسا على العاقب. على اي هذا مدخل طبيعه الحال باش نتحدث على واحد الحديث رياضي كبير شغل الراي العام الرياضي وخلى الجمهور يتساءل يا ترى الى متى غنبقاو دائما في السنوات الاخيره نلتجؤوا للمواهب المغربيه بواحد النسبه ديال 95% في الفريق الوطني، ماشي المنتخب الوطني المغربي الكبار بل حتى في باقي الفئات السنيه وخصوصا في المنتخب الاولمبي. المنتخب الاولمبي كنوجدوا فيه بعض اللاعبين من بعض الفرق المغربيه وكذلك من اكاديميه محمد السادس لكره القدم. الجواب في غايه البساطه انه الدوري المغربي لم يعد ينتج لاعبين بكرون كاليبر. غنعاود نكرر هذا ملموس، والجمهور كيف يعني مقتنع بهذا الشيء على اساس هذا الغياب ديال اللاعبين من كاريزما كبيره وبمواصفات كبيره كيطرح تساؤل على مستوى التكوين في الانديه المغربيه، واللي هو موضوع غنرجعوا له فيما بعد لانه موضوع متشعب ويلزموا متدخلين كثر باش نوضعوا النقاط على الحروف ونعرفوا خصوصا امكانيات كبيره رصدت الانديه المغربيه، ولكن على مستوى التكوين باش نشوفوا لاعبين، ولكن مع الاسف كنشوفوا لاعبين كبار في السن قليله الانديه اللي كتدخل لاعبين عندهم 18 19 سنه. هذا هو اللي كيجعل هذه المواهب يعني تتوارى الانظار وهي في رعايه الشباب، وكيجعلنا نشاهدوا لاعبين كبار في السن في الدوري المغربي يحطون الرحال هنا وهناك، والضحيه هي كره القدم المغربيه. اللي كاين هو ان الان لازم نامنوا بانه هذا الجيل الان من اللاعبين الموهوبين بالخارج جيل عنده امكانيات كبيره، واخر هذا الموهوبين اللي كيلتحقوا كره القدم المغربيه هو اللاعب ابراهيم دياز. ابراهيم دياز كثير تسالوا يا ترى الرجل ازداد بمالاغا، عنده متشبع بثقافه وتربيه اسبانيه، مارس وصقل موهبه كرويه في اسبانيا، ويا ترى كيف غير الوجهه في ظرف بضعه شهور لكره القدم المغربيه ويحمل الالوان الوطنيه الغاليه الحمراء والخضراء امام يعني تساؤلات بعض المتتبعين. الجواب يمكن نعطيه الان بواحد المجموعه من التفاصيل اللي يمكن نتمنى توفق فيها ونقرب الجمهور المغربي من هذا الاختيار. اولا كان اختيار القلب، هذا ما فيهاش نقاش، لانه الرجل اعطى مستويات واعطى اشارات قويه فيما مضى في كل الانديه اللي لعب لها في الريال، في السيتي، في الميلان، خصوصا في الميلان. ولكن يمكن نقول جهلوه المدربين الاسبانيين على اعتبار دي لا فوينتي كان هو مدربه في الفئات السنيه، خصوصا في المنتخب اقل من 21 سنه اللي لعب معه 21 7 ديال المقابلات. وحتى لويس انريكي يمكن نقول غض الطرف عن اللاعب اللي رجع ريال مدريد وفرض اسمه وسط روزنا ترسانه من اللاعبين الكرون كاليبر، فرض اسمه فرض امكاناته لدرجه انه حرج المدرب كارلو انشيلوتي في كل اللحظات التي يدخلها فيما تبقى معه من المقابله، سواء لعب رسمي او دخل في 20 دقيقه او 30 دقيقه الا يقلب مقابله عن عقب. وشاهدنا ماذا فعل في اخر مقابله اللي فاز فيها فريق الرياض ب 4-0 امام سيتا فيغو في الوقت اللي اجلسه كارلو انشيلوتي في مباراه ديال عصبه الابطال بالبرنابيو امام لايبزيتش، واللي خلالها كان قريب فريق ريال مدريد يودع انه لم يكن في الفورمه الكبيره وكان خارج التغطيه، وبالرغم من ذلك ما دخلش
ابراهيم دياز، الشيء اللي يجعل بعض من الجماهير تقول بانه ربما هذه شيء يعني مقصود من المدرب الايطالي انشيلوتي باش يعني ينزل اللاعب ابراهيم دياز من كبريائه ويخضع واحد مجموعه الضوابط باش يمشي للمنتخب الاسباني. ولكن بدا الرجل واضحا متصالحا مع نفسه انشيلوتي المدرب الايطالي للريال، قال بالحرب بانه لا يهم امر انتماء ابراهيم دياز للمنتخب المغربي او المنتخب الاسباني، ما يهمه انه ابراهيم دياز داخل فريق ريال مدريد وما يقدمه داخل فريق او القلعه البيضاء كما تسمي الصحافه الاسبانيه. بطبيعه الحال اللي مؤكد وانه اي شخص كيزدان في واحد البلد وكيترعرع فيه وتربى فيه ويفرض ويسقل مواهبه فيه فكيبغي يلعب للمنتخب ذلك البلد، والشيء اللي كان كينطبق على ابراهيم دياز اللي مؤكد كان طموحه الكبير انه يلعب مع منتخب اسبانيا. كان كينتظر واحد الالتفاته كبيره من المدربين الاسبانيين خصوصا المدرب لويس دي لافوينتي، والشيء اللي ما حصلش. اكثر من ذلك دي لافوينتي خرج في تصريح وقال بانه هناك مجموعه من المعايير للانتماء للمنتخب الاسباني لكره القدم حسب المواصفات التي يراها مناسبه، في ذلك اشاره بانه ربما لا يعبد ان يفرض عليه لاعب بعينيه. هذا كيعطي الانطباع انه ربما المدرب ابراهيم دياز حس من خلال محيطه الصغير والكبير بانه لا اقول غير مرغوب فيه، ولكن اختيار بعيد المنال للمدرب لويس لافوينتي يمكن يكون حسب مركزه في الرتبه الثانيه او الثالثه حسب اختيارات المدرب لويس دي لافوينتي. اللي كاين انه ابراهيم حتى البعض من الجمهور قال بانه هذا المسلسل ديال دياز طوال كثير على انه اخذ اكثر من سنه، انما اذا ناقشنا امور بواحد الموضوعيه بواحد الهدوء وبعيد عن التعصب والتشنج فالامر لم يكن ابدا سهلا، لم يكن ابدا سهلا. اختيار مصير مستقبل كره القدم للاعب يتطلب مجموعه من تركيز كبير وافكار كبيره تراقص فكره اللاعب، وبالتالي استشارات كثيره مع والده اللي هو وكيل اعماله، مع محيطه الصغير، مع اصدقائه، مع المدربين اللي كيثق فيهم، مع جمهوره الواسع. والرجل بدا هادئا ومتريثا وحتى خذ القرار النهائي، وهذا القرار النهائي ملات واحد المجموعه من الاشياء كما قلت، عدم الاهتمام اللي كان المفروض يكون من الاداره التقنيه ديال المنتخب اسبانيا ومن المدرب لويس دي لافوينتي. ثانيا شاف بانه الصحوه الكرويه كبيره كره القدم المغربيه في كاس العالم، واحد المجموعه من اللاعبين اللي صعدت الاسهم ديالهم بورصه لاعبين مغاربه بطبيعه الحال صعدت البورصه ديالهم او قيمتهم في البورصه اللاعبين الدوليين، وشاهدنا مدى فعل المنتخب الوطني. هذه امور حركات احاسيس اللاعب ابراهيم دياز، وخصوصا هذه التشكيله اللي تالقت المنتخب الوطني المغربي في كاس العالم في قطر كتضم واحد اللاعب مر من نفس الظروف من نفس القلعه اللي كيلعب فيها اللاعب ابراهيم دياز اللي هي قلعه ريال مدريد. وكنا نعلم انه حكيمي خريج مدرسه ريال مدريد، ولو انا قلتها في فيديوهات كثيره لو بقي حكيمي في ريال مدريد في تلك الفتره كربما يبقى حبيس دكه البدلاء، لانه كاين لاعب باقي كيلعب حتى الان هو عميد ديال المنتخب الاسباني وديال فريق ريال مدريد كارباخال اللي لا في سن الثالث او الرابع والثلاثين لا زال ينقض على الرسميه داخل فريق ريال مدريد. حسنا فعل لما حول الوجهه اللاعب حكيمي خارج الرياض ومشى وسق المواهب الرياضيه، كنعرفوا جميع مشى للانتر، مشى لدورتموند، والان ما شاء الله هو واحد من القطع الغير مهمه في فريق باريس سان جيرمان. هذا حكيمي خدا كنموذج ابراهيم دياز، وكانت عنده دردشه معاه لان حكيمي واحد من الناس اللي وجهوا لما لجأ له اللاعب دياز وجهه كلاعب ورسم له خريطه الطريق. ومؤكد لما ينجح حكيم زياش حكيمي اكيد غادي ينجح حتى اللاعب ابراهيم دياز لان غيمشي في نفس الاتجاه. وبالمناسبه هنا تطرقت واحد المجموعه من التساؤلات، البعض يقول تسربت بعض المصادر تقول بانه سيتم، لانه مؤكد مني ما لعبش ابراهيم دياز في منتخب اسبانيا وجا للمنتخب الوطني المغربي باختيار القلب وبالروح وبواحد الحس عالي، حس وطني عالي، لان حس بالانتماء، حس بالجذور، حس بالحراره، حس بالدفء، حس بالاحتواء، حس بواحد الحضن دافئ كيحتوي هذا اللعيب. هذا هو اللي جعلو انه
ترد واحد القشعريره من الحس بانتماء لهذا الوطن الغالي المغرب. فقلت لما شاب ما كانش عنده اهتمام، ما عطاوش اهتمام كبير في الكره الاسبانيه، ارتأى بانه يغيروا الوجهه ويجي المنتخب الوطني المغربي. بطبيعه الحال امور عديده وقعت في هذه السنه، بطبيعه الحال اللقاءات ما بينه وبين وليد الركراكي مع رئيس الجمعيه الملكيه المغربيه لكره القدم، اسرته دخلت على الخط. طبيعه الحال كان هو مثابه كان هدف، وهذا الهدف تم الاشتغال عليه بواحد السريه تامه وبواحد الهدوء كبير. وهذه نقطه غنعاود نكرر تسجل للجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم ولمدرب وليد الركراكي اللي بهدوء كبير ناقشوا الموضوع، ولانه الموضوع ما كان سهل وتناولته الصحافه الرياضيه الدوليه والمغربيه والاسبانيه باسهاب ولشهور عديده. نتذكر وهنا يمكن نقول بانه ابراهيم دياز اخرس الالسنه التي في قبل بضعه اسابيع يعني قالت بانه مهما كان الامر لن يلتحق بالمنتخب الوطني المغربي. حتى بعض الصحفيين مع الاسف دخلوا على الخط بطبيعه الحال وجنبوا الصواب، ولكن الان كذب الرجل كهنات واختار اختيار صحيح واختار مسارا رياضيا. وانا متاكد بمشيئه الله رفقه باقي اللاعبين المغاربه المتالقين، متاكد بان ابراهيم دياز غادي يعطي واحد الاضافه قويه للفريق الوطني. غير نذكر لان البعض كيدخل على الخط يقول بانه ما خصهاش ترجعوا لاعب استثنائي. ما كاينش لاعب استثنائي في كره القدم، والمنتخب الوطني اكبر من اي لاعب كيف ما بغات تكون قيمته، وشرف كبير لاي لاعب يجي يحمل المنتخب الوطني المغربي ماشي العكس. فكنظن كما جاء فيما مضى عانقنا بكل الاحضان زياش اللي كان عنده مشكل كبير، وعطانا بكل صدق عطانا الدفع اللازم ولعب معنا بالروح وبالقلب. كما جبنا بوفال، كما جبنا مرابط، كما جبنا واحد مجموعه من اللاعبين واللي انصاروا مع الفريق الوطني. جا الدور على ابراهيم دياز ويجي الدور غدا على لاعبين اخرين. اللي بغى يجي للفريق الوطني مرحبا به، نفتحوا الباب على مصراعيه. اللي ما بغاش يجي الله يسهل عليه، ما كاينش اكراه في هذا المجال. الوطن يسع الجميع والمنتخب الوطني المغربي يسع الجميع، شرط توفر واحد الظروف وواحد المعايير اللي تدفع لاي لاعب يحمل القميص الوطني. ما بغيتش نرجع للوراء، واحد مجموعه من اللاعبين مغاربه زادوا في المهجر وكنا كانت عندهم امكانيات مهمه وكنا محتاجينهم في احدى الاوقات، وابدوا رغبه للالتحاق الفريق الوطني. البعض منهم جا في مقابله او اثنين وغادر بدون رجعه، والبعض الاخر ما جاش بصفه نهائيه. نذكر فقط كان ابراهيم الفلاي من هولندا، كان اسماعيل العيساتي، كان زكريا بقالي، كان خالد بولحروز اللي يلعب مع منتخب بطبيعه الحال الهولندي واللي لعب فيما مضى في فريق تشيلسي، كان عادل الرامي لعب منتخب فرنسا، ناصر الشادلي اللي لعبنا معنا مباراه واحده وديه مع ايرلندا وتوار على الانظار، وطبيعه الحال لعب بعد ذلك ما لعبش المنتخب الوطني المغربي. واحد من انور غازي وغير من اللاعبين اللي ما نقولش خذلونا، هذا اختيارهم، اللي بغى يجي مرحبا به، ما بغاش يجي الله يسهل عليه. انما هذو واحد مجموعه من اللاعبين اللي كنا كنمنيو الناس فيما مضى لما كانت ندره في المواهب، ولكن ما التحقوا الفريق الوطني. في الوقت اللي الان في هذه 10 سنوات الاخيره عشرات اللاعبين يتمنون اللعب للمنتخب الوطني المغربي، برغم انهم البعض يقول لي بانه يعني خذوا اباجيل كره القدم وتكونوا في معاهد ومدارس اوروبيه. هذا صحيح، ولكن اذا ارتأوا بانه القوانين الان رحيمه باللاعبين، اذا بغوا يلتحقوا البلدان الاصليه يغيروا الجنسيه الرياضيه مرحبا بهم في كل الفئات السنيه المنتخب الوطني. كيبقى اختيار اللاعبين حسب رغبتهم وطموحهم. فبذلك المنتخب الوطني المغربي مفتوح لكل الجواهر المغربيه المهاجره، ومفتوح كذلك لكل لاعبين المجتهدين في الدوري الاحترافي لكره القدم. الصحافه الاسبانيه بعد هذا الاختيار النهائي ديال اللاعب ابراهيم دياز باش يلعب في المنتخب الوطني المغربي، قالت بان اسبانيا تكون وكره القدم المغربيه تجني الثمار. هذا اختيار لاعب غنعاود نكرر مره مليون. فقال بانه كونت حكيمي بطبيعه الحال هناك ازنو الخديم، ازنو اللي في الريال، الخديم في ازنو في الباير، والخديم في فريق ريال مدريد. هناك الزلزولي، هناك راضي شادي رياض بيتيس، وغيرهم من اللاعبين اللي كانوا ان اللاعبين ارتأوا بانه يلعبوا في المنتخب الوطني المغربي
جاوب بانسيابيه، بتلقائيه، بعفويه، والبعض منهم سخر سميتو كحكيمي، والبعض الاخر كيبحث على النجوميه في المنتخب الوطني الاولمبي، والبعض الاخر تسلق ويصعد للمنتخب ديال الكبار باش يعطينا واحد اضافه قويه. كره القدم بطبيعه الحال لا تنبني على لاعب واحد، ومجد اي فريق او اي منتخب في العالم باكمله لا ينبني على لاعب واحد. اللي مؤكد انه ابراهيم دياز هو لؤلؤه، وغيتم التعامل معه كباقي اللاعبين. اللي كيعمل الفارق ما بين لاعب واخر هي الاقدام، هي الابداعات، هو العطاء، هي المردوديه، هو الاقناع، هو التسجيل، هو التهديف. هذه كلها والانضباط، هذه كل عوامل متوفره ومواثق بانها متوفره في اللاعب ابراهيم دياز. لا يكون اضافه قويه للخط الامامي. غنطرحوا التساؤل، يا ترى ما ندخلش تفاصيل حتى تظهر التشكيله اللي من المرتقب تبان غدا ان شاء الله، التشكيله ديال اللي غيعلنها المدرب الناخب الوطني وادر كراكي استعدادا لوديتي انغولا وموريتانيا بملعب ادرار باكادير ليلا في هذا الشهر الكريم اللي الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والعافيه. امام كل من انغولا وموريتانيا اللي غدر التشكيله غنتحدثوا على ماذا قد يحدث في الخط الامامي الفريق الوطني. نطرح التساؤل كما يطرحه الجمهور، يا ترى باي تكتيك سيلعب المدرب وادر كراكي؟ هل سيغير بنسبه كبيره خصوصا في الخط الامامي؟ يا ترى ما هو نهجه التكتيكي المستقبلي؟ هل نرى اسماء جديده تلعب لاول مره ام سيتم الاعتماد؟ بطبيعه الحال نحن لا نغير، غتكون تغييرات، ولكن النواه الفريق الوطني غتبقى الصلبه، لانه نبني مشروع منتخب وطني غيبقى واحد 60 70% من اللاعبين. هذا شيء مؤكد جدا. 30% فيها المناوره، فيها التغيير، الى جانب بنك البدلاء نقدر نشوفوا واحد 8 ديال اللاعبين و 9 لاعبين اخرين يحصلوا على نفس الرسميه في الفريق الوطني او البقاء في الاحتياط. اللي كاين وانه مدرب وادر كراكي، هذه واحده من النقط المهمه فضلا عن الرسومات اللي غنشوفوا التكتيكيه، واللي من المنتظر يكون فيها تغيير كبير على مستوى المردوديه وخصوصا على مستوى العطاء الهجومي. المؤكد وان من الاورش الكبيره اللي كتنتظر المدرب وادر كراكي وانه يهيئ خلاف لكل مركز في الفريق الوطني، لانه لما تمشي العناصر الرئيسيه كما وقع لنا مع بوفالو زياش، يمكن نقول نهار الخط الامامي او الهجوم الفريق الوطني. وهذا ما كينقصش من قيمه اللاعبين الشباب اللي دخلوا كامين عدلي اللي اضاع كالزلزولي، ولكن لازم يكونوا لاعبين في البنك البدلاء تقريبا في نفس مستوى اللاعبين الرسميين باش يبقى التوازن دائما في الفريق الوطني. الحديث كثير على بخصوص المغربيه، لكن قبل ما نبدا امل كبير انه ان شاء الله الفريق الوطني يكون في يقدم لنا مباريات مهمه، وان كانت وديه امام منتخبين مهمين على المستوى الافريقي صاعدين انغولا وموريتانيا. ونتمنى كذلك باش نشوفوا في هذا الموسم والسنوات القادمه واحد العمل كبير في الفرق المغربيه، خصوصا في الدوري الاحترافي كره القدم، باش نشوفوا لاعبين صراحه يعني كيطلقوا على الغصه بالحلق لما ما تشوفش النجوم. قلت بانه هو اللاعب، انا كنشوف في رايي المتواضع الى جانب بن عبيد حارس مرمى فريق الجيش الملكي واللي هو قادم بقوه واللي هو الحارس الثالث في الفريق الوطني، كيبان لي الوحيد اللي يمكن الان كنشوف فيه بانه لاعب يجتهد ويتسلق الدرجه في صمت ويستحق تعطى فرصه في الدوري الاحترافي كره القدم مع الفريق الوطني، هو عميد فريق الجيش الملكي ربيع حريمات. الى اللقاء.